السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد كل أوقاتكم ويعطيكم الصحة والعافية. مرة استغربت من ثمن شوربة العدس في واحد من المطاعم، وكان السعر غالي جدا، ومع هيك كان الطلب عليها كبير من الناس. استغربت كثير وحبيت أتذوقها، ولما ذقتها كانت جدا لذيذة. لهيك بحثت بمكوناتها كثير منيح لحتى وصلت للمكونات وأسرار النكهة، واليوم حبيت أقدم لكم إياها. شوربة عدس المطاعم، خلونا نحضرها مع بعض. في البداية بنحتاج حبة بصل كبيرة، بنقطعها قطع متوسطة بهالشكل. وبعدين بطنجرة على النار بنحط كمية ممتازة من الزيت النباتي وبنتركه ليحمى. وبعدين بننزل عليه البصل يلي قطعناه وبنتركه شوي ليذبل. وبعدين بنقطع حبة بطاطا، بنقطعها مكعبات بهالشكل. وبس تذبل البصلة بننزل عليها البطاطا وبنقلبها مع البصلة وبنتركها شوي. بهالأثناء بنقطع حبة جزر لدوائر أو أنصاف دوائر بهالشكل. وبس تذوب البطاطا شوي بننزل عليهم حبة الجزر وبنقلبهم كلهم مع بعض. مو مشكلة تباين الأحجام لأنه بالآخر رح نهرسهم كلهم. أما بالنسبة لسر النكهة فهو الزنجبيل. بنحتاج لقطعة متوسطة من الزنجبيل، بنقطعها لقطع صغيرة بهالشكل وبننزلها على الخضار. بنقلب كل المكونات مع بعض لحتى تظهر النكهات. وبعدين بنجيب كمية من العدس المجروش، بنغسلهم منيح بالمي وبنصفيهم وبننزلهم على الخضار. بنقلبهم كلهم مع بعض وبننزل عليهم معلقة كبيرة من الملح وبنحركهم، وكمان بنضيف مكعب من مرق الدجاج وبنقلبهم. وآخر شي بننزل عليهم كمية ممتازة من المية المغلية. بنغطيهم وبنتركهم مدة من 20 دقيقة لنص ساعة لحتى يستووا، مع متابعة كمية المي كل شوي. بأثناء انتظار استواء الشوربة بنقطع رغيف من الخبز الرقيق لمربعات بهالشكل لحتى نقليهم جنب الشوربة. في مقلاية على النار بننزل كمية ممتازة من زيت الزيتون وبنخليه لحتى يحمى تماما. وبعدين بننزل فيه قطع الخبز وبنقلبهم بسرعة، وما بنتوقف عن التقليب أبدا لأنه الخبز بسرعة بيحترق. وبس يوصل للون الذهبي أو البني بنشيلهم من الزيت وبنحطهم على ورق نشاف. وبس يستوي العدس بنضيف لهم معلقة كبيرة من الكمون ونص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود ورشة كركم لتعطي اللون الذهبي للشوربة. بنحرك البهارات مع الشوربة كتير منيح، وآخر شي بنطحن الشوربة باستخدام الهاند بلندر، أو ممكن تطحنوهم بالخلاط الكهربائي إذا مو متوفر الهاند بلندر. وبس نوصل لهالقوام بتكون ألذ شوربة عدس ملوكية صارت جاهزة. بنسكب الشوربة بالصحن وبنقدم جنبها الخبز المقلي، وما بننسى الليمون. طبعا الريحة بتشهي والطعم خرافي. تناسق النكهات والإضافات الجميلة لهالشوربة أعطتها قيمة غذائية أعلى وطعم أفخم. جربوها واحكموا بنفسكم. وبتمنى إذا أعجبتكم الوصفة وكنتوا جداد على قناتي ما تنسوا تدعموني بالاشتراك، وإعجابكم بالفيديو وتعليقاتكم الجميلة بتشجعني أستمر. بكبر فيكم وبدعمكم، ودامت سفرتكم عامرة ودمتم في حفظ الله.